السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مين فينا مش بيحب عصير الرمان بتاع المحلات؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل عصير الرمان زي بتاع المحلات بالظبط. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. عندنا الرمان بتاعنا غسلينه كويس وشيلنا كمان الوردة اللي بتكون من فوق دي. هنقطع بقى حبة الرمان من فوق كده بشكل دائري، وبعد كده هنقسم القشر كده على 4. مش هنغوط قوي بالسكينة علشان ما يتفعص معانا، وهنبتدي نفتحها زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده، هنخبط بقى عليها بظهر السكينة، هينزل معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة كده. هيكون عندي بقى حبة بنجر، لو فريش طبعا هيكون افضل. انا كانت عندي متفرزة فقشرتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين، وضفت عليها نص كوباية مية وسبتها تنزل اللون بتاعها. ويفضل قبل ما نحطها في الرمان نعصرها كويس عشان تنزل اللون اللي فيها. تمام كده. هنبتدي نضيف بقى بعد ما فصصنا الرمان كله وضفنا عليه ميه. طبعا انا بحب ازود الميه عشان ولادي بيحبوا الميه دي اكتر من الرمان اصلا، فانا بزودها وبزود كمان البنجر علشان طبعا يبقى فيه فايده ليهم. هنضيف كمان كميه السكر المناسبه، ولو في اي قشر ابيض او اي رواسب كده بنشيلها بالمصفى زي ما انتوا شفتوا. الطريقة دي مش بتخلي طعم البنجر باين خالص في الرمان، علشان لو حد عندك مش بيحب طعم البنجر. وزي ما انتوا شايفين لون الرمان بقى جميل جدا، مع ان اصلا الرمان ما كانش احمر قوي، بس طبعا البنجر خلى المية بتاعته عملت لون، وكمان طعم بيبقى حلو قوي. بألف هنا وشفا، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.